السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البطة زي ما انتوا شايفين مع ملوخية ورز أبيض. البطة على الطريقة الدمياطي أو البورسعيدي اللي هما بيحبوا يعملوها بالمرتة. احنا عملناها، طبعا خالتي كانت مربية بط وبعتت لماما البطاية دي، ما تنسيناش في رمضان يا خالتي، فبعتتها لنا وقالت لها عاملاها للولاد. مش قادرة أقول لكم كانت حكاية. طبعا لما بتربي الحاجة في البيت عندك بتبقى تحفة، طعمه مختلف. هنا طبعا ماما حطت مقطعة زي ما يكون كيلو بصل، وحطت عليه معلقة كبيرة يعني من معلقة الشاي كمون او معلقة ونص كمان، وحطت معلقة مسح فلفل ورشة الملح. وزي ما انتوا شايفين بتدعك البصل كويس قوي. في ناس بتحب تعمل مرتة بالبصل الابيض وفي ناس بتحبه بالاحمر. انا والدتي بتحب تعمله بالاحمر لان بتقول بيبقى مسكر كده وطعمه حلو، وفعلا طعمه حكايه. مش قادره اقول لكم طعمه جميل ازاي. هنا هي بعد ما خلاص مرتتها او دعكت البهارات والملح مع بعض، جابت حله تانية حطت فيها نقطتين زيت، وطبعا كان فص حبهان ومستكه كده، وهتحط عليهم البصل اللي احنا لسه عاملينه، وهتسيبه بقى ايه يستوي شويه. احنا بيبقى على نار متوسطه، يعني بعد ما تسخني كويس قوي تقومي موطيه النار شويه عشان ما يلطعش منك. احنا عايزينه يبقى نص سوا وفي نفس الوقت ما يغيرش لونه قوي. البط يا جماعه احنا لما بنجيبه بندعكه بقى ايه، بتدعكيه بملح وخل، ولو عندك قشر يوسفي او برتقال ادعكيه وسيبيه نقعيه شويه فيه، وبعد ساعه وبعد كده اشيليه بالدقيق. برضو ابتدي بالدقيق كده دعكيه عشان لو في اي زفاره يروح منها الزفاره. بس طبعا اللي متربي في البيت بيبقى انضف بكتير من اللي بنجيبه من بره. انا يعني كانت والدتي عندها بطتين مسكوفي وكانت بتاكلهم فاكهه، مش قادره اقول لكم يعني كانوا بياكلوا فاكهه، طلع طعمهم احلى من الفاكهه. هنا بعد ما المرتة زي ما انتوا شايفين البصل قصر، طبعا البصل نزل النص لان 3/4 ميه. هو الدعك اللي دعكته في الاول اللي انتوا شوفوه نزل ميته، فخلاه استوى منه فيه، ميته استوى منه فيه. هنا زي ما انتوا شايفين انا جبت البطه وجبت مناديل وقعدت انشفها كويس قوي قوي من جوه، علشان لما تيجي تحط البصل ما يبقاش فيه ميه بط قصدي متكومه، فهيخلي طعم البصل مش حلو. لازم تنشفيه كويس قوي. طبعا غسله الرخامه وكله تمام، بس عشان اوريكم. طبعا هنا عندي ابره وخيط، مفيش ولا شيش ولا الكلام من ده، الحاجات الخله والحاجات دي ما بنستعملهاش، ابره والخيط. وخيطت كويس قوي البطه. وزي ما انتوا شايفين ميه بتغلي، حاطين فيها حبهان ومستكه وورق لوري. طبعا اعذروني انا والدتي من النوع اللي بيبقى مستعجل يعمل كل حاجه، بحاول اجاريها. فهنا حطت البطه وسابتها بقى براحتها. هنا لما تيجي تغطيها طبعا، والبصل حطت 3 بصلات. هنا لما تيجي تغطي البط ما تغطوهوش كله، لازم توربي شويه كده، يعني توربيها سنه بحيث ان ايه ما يفرش، وكمان علشان لو في اي ريم او اي حاجه شليه عشان الزفر. طبعا هنا هي حطت زبده، حطت قصدي فلفل ورشه ملح عشان ما تكتريش الملح عشان البط يستوي. هنا هنبتدي نعمل الملوخيه بشوربه البط. هنا حطت معلقه توم ني، وحطت رشة الملح، ظبطت يعني الملح بتاعها بس مش قوي لان لسه هنحط في التوم الطشة، لسه هنحط فيها ملح. طبعا نقلب هنا كويس قوي. طبعا ماما بتعين الملوخية بتخزنها عندها. طبعا احنا هنا سيبنا الملوخية يا دوبك فكت وشلناها من على النار، خد بالك ما تغليش. وطبعا هنا هي بتعمل الطشة، ولا شهقت ولا عملت اي حاجة يا جماعة والله، بس طلعت ملوخية سكر السكر. هنا طبعا هي دقة التوم بالملح بالكزبرة بكل حاجة، وشوحناها زي ما انتوا شايفين على النار. احنا مش عايزين نحرق التوم، مجرد ان هو ياخد لون، بلاش تحرقيه، خلي النار تبقى هادية شوية، هيطلع طعم جميل وفي نفس الوقت مش هياخد لون بسرعة. زي ما انتوا شايفين هي بتقلبه، طبعا شايفين اللون اللي اخده معانا، احنا مش عايزينه يلون معانا قوي يا جماعة. تمام. وانا حاطه طبعا الملوخيه على جنب، وهاخد التوم ده احطه على الملوخيه على طول.
شايفين اللون ممتاز. هنا بقى انا هاخده واحطه على الملوخية. وطبعا زي ما انتوا شايفين امي ولا اجدع محل بيعمل الملوخية دي بتعملها محترفين. بقى نعمل ايه؟ ناس محترفين عارفين هما بيعملوا ايه. طبعا هي حطت هنا التوم وقلبت كويس قوي وهتحطها تاني على النار. مجرد ان هي تبتدي تعمل فقاقيع كده وتحسي ان هي تخش في الغليان اطفي عليها على طول وما تغطيهاش بحاجة. انا والدتي بتغطيها بالمصفى، عندها مصفى كده مخصوص سلستين طبعا بتاعت ايام زمان بتغطيها فيها. انا عايزه اقول لكم المصفى اللي عند والدتي دي تقريبا سنها اكبر مني في السن، من سنه 70 او حاجه. فشايفين هنا اول لما بدات طفينا على طول عليها. وطبعا الملوخيه بتحب الرز الابيض زي ما انتوا شايفين. البطه انا دهنتها بهريسه الشطه، هتلاقوها في القناه. تحفه يا جماعه تحفه. ودخلناها الفرن يا دوبك اخدت معايا اللون زي ما انتوا شايفين كده، حاجه يعني كما يقول الكتاب. اتمنى ان الوصفه تعجبكم واتمنى ان انتوا تجربوها وما تنسوش تعملوا لايك وشير القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.